انت عامل شعرك كده ليه؟ مش دي حلقه ريترو؟ ستايل الالفينات، شعر الالفينات. ده شعر الالفينات. ايه رايك؟ تحس ان هو سشوار على جيل، على واحد صاحي من النوم. هو صاحي من النوم فعلا. واحد صاحي من النوم فعلا. صاحي من النوم ده اكيد، ده اكيد، بس وحش والله. ايه ده باظ خالص. مساء الفل وحلقه جديده من تقييمات الاكل. ايه ده فيه؟ وعوده لحلقات الريترو. اديني في الريترو بقى وما ترحمنيش، عشان يعني ما مش عارف الناس عجبتها حلقه سمسمه. ايوه جدا. الحلقه دي خطيره، الحلقه دي مش طبيعيه جدا. الحلقه دي محتاجه انك تسمي الله كده. ايوه. وتقول لا حول ولا قوه الا بالله. وتدينا لا لايك الله. كبير غليظ مرعب قد كده، مرعب لايك مرعب، وشير في كل حته، كتر شيرك، عشان احنا داخلين على محل الناس بتختلف عليه. يعني اختلفوا عليه كتير. قال لك ده مسمم، وقال لك ده طعمه حلو، يعني ناس مختلفة ومتباينة جدا. نتمنى ان احنا نبقى بخير. لو الحلقة دي نزلت يبقى احنا عدينا، لان احنا هنصور وننزلها بعد يومين ومحضرين الانتينال، يعني ربنا يستر. كده الانتينال موجود، لكن لازم تبقى عارف ان احنا معانا النهارده كوك دور. ساتر استر يا رب. علبة غريبة جدا ان انت كوك دور بيعمل في علب كرتون عامل زي البيتزا كده. ممكن يكون الريبراندنج. عموما المهم ناكل بس وما يحصلناش حاجة. فنفتح العلبة ايوه ونشوف هنبدأ بايه. 5 minutes later. ما تشرح لنا انت جايب ايه المره دي؟ ما انتش قلقانة؟ ما قلقانه يعني، بس يعني اشرح لنا. بصي ده اسمه دبل سيفنج بوكس. انا لما فتحت المنيو على طلبات ايوه قلت اجيب ايه من كوك دور، اجيب ايه من كوك دور. لقيت السندوتشات كتير وهو المنيو بتاعه كبير جدا ما شاء الله، لكن لقيت ده في 6 سندوتشات، المفروض ان دول اهم 6 سندوتشات موجودين. الدبل سيفنج بوكس ده ايوه يجي بعد التوصيل وبتاع قرب 300 جنيه، وانا طلبت واحده بطاطس فريسكس زياده، حاجات المشهوره يعني كوك دور. أيوة. يجي معاه 2 بطاطس ويجي معاه حاجه ساقعه. السندوتشات ايه المفروض اللي معانا دول؟ معانا شيش طاووق، معانا تشيكن فرايداي، معانا سوبر كرانشي، معانا تشيكن فاهيتا، ايوه معانا جريلد تشيكن، ومعانا كفته. فاحنا عايزين نسمي الله بسم الله ونبدا وخير. سندوتش صغنن قوي يا ساره، بصي ايوه يعني كده، وما اعرفش ربنا العيش ربنا حصل له ايه. ده العيش انتحر ولا ايه؟ عيش انتحر. انت بطاطسايه وانا بطاطسايه، اتفقنا؟ نجرب البطاطس العاديه اللي بتيجي مع الاكل الاول. ايوه. لا طبعا لا. لا انت لسه بتسالي؟ وانت لسه بتسالي؟ ايه ده؟ مع عشان مش دليفري. قويه مش قويه عشان دليفري. فوتيها مشيها عشان دليفري. ماشي. خدي بقى دول. ايوه عارفه دول بيروحوا لمين؟ مين؟ فريده. لقطه فريده. طب احنا معانا فريسكس. ايوه كده. طعم الالفينات. كوك دور يبقى فريسكس، مش بطاطس عاديه خالص. هل ليك اي ذكريات مع كوك دور سواء حلوه او وحشه؟ اديها فريسكس. حلوه الحمد لله، لقينا حاجه حلوه. مبدئيا اليوم ما تطلب من كوك دور اطلب فريسكس بالظبط، مش بطاطس عاديه. خليها على جنب بقى عشان ما نشبعش. هتبدا بايه؟ هنمشي بالترتيب. ايوه بس مش مهم نبدا بايه. المهم لما اديك سندوتش تقولي لي ده ايه. اول فزوره ده ايه؟ ده جريلد تشيكن. يلا حبيبتي اقسميه لنا بالصلاه على النبي. ايوه بس هو ماشي. ايه الفينو منهار. الفينو منهار فعلا. يلا بسم الله. عارفه الراجل اللي في فيلم احمد حلمي لما قال له رضا تاكل ايه؟ قال له رضا. هو ده بالظبط اللي في بالي دلوقتي. بص هو الصوص مع الفراخ مع كده مش وحش، بس الفينو سيء جدا. العيش العيش متوفي. وانت لسه توريه للناس ده متوفي العيش. لكن كان طعمه مش سيء بصراحه. لا طعمه مش سيء. تحسي ان هو لو العيش بتاعه حلو ومتسخن تسخينه حلوه كده، واخده بالك، والعيش طازه، يعني الساندوتش هيروح في حته تانية بصراحه. يعني هيبقى حلو. بق وندخل على اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرب المنتج، خليك راجل واشرب المنتج المصري. نكمل بالترتيب. ايوه لو بالترتيب بقى يبقى ده ولا ده انا مش عايز اقول لك، اصل انا بصيت بصه. هو اولا العيش برضو منهار. هو ده المفروض كفته، يعني العيش منهار. وبعدين عايز افاجئك مفاجاه، هم تقريبا معهمش فلوس. هم قاطعين الكفتايه نصين. دي كفته. ايوه ده مش مقطوعه بالطول كده. ايوه قاطعينها بالطول. وبعدين مليان خضار. مقطع في حته بسيطه طماطم. ممكن اوري الكاميرا طماطم يا جماعه؟ بص الطماطم حط حته كده اللي هو خد دي طماطم. يلا اتفضلي اقطعي لنا بقى وربنا يستر. شكرا يا استاذه ساره انك شلتي لي العفو يا استاذ محمد. يا استاذ محمد. كفته
المفروض كفته. بسم الله الرحمن يعني الرحيم. مش شامه ناحيه كفته بس يعني تمام. اسكت يا ساره بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. امال ده ايه؟ ده ايه؟ الكفته دي ايوه اللي هي مجمده. برافو عليك تمام. برافو عليك والله اهو. جاهزه ومجمده شاطرة. هو طلع على صباعه قطعه طول بالظبط. او كان وقع منه على الارض، فهو جابه وهو لا مؤاخذه مش بقرفك يعني، وحطه في اوحش عيش فينو عنده. بصي هو الاكل طعمه مش وحش قوي بصراحه يعني، بس هو تحسي اللي عمله هو خد يلا عن ابوك وكله استغفر الله العظيم يعني كده يعني. هو هل ده براندنج يا جماعه؟ ده اخر العيش، ده مش صار القطعه ولا دي القطمه بتاعتي. هل ده براندنج؟ هل ده كوك دور؟ طب اقفل يا اسطى، ده ايه الزهق ده؟ المشكله ان طعمه حلو. الموضوع صعب. طعمه حلو والله مش وحش. ايوه بس الكواليتي رايح في داهيه بصراحه. يعني هو عمل ريبراندنج للبوكسز للكلام ده بس خلاص كده يعني. بس نفسي اقول حاجه بس مش قولي يا حبيبتي. نفسي اقول ايه؟ قولي انا خلصت النص بتاعي. لا هو مثل يعني نفسي اقوله بس بلاش. هي في حاجه غلط هحط عليه تي. من بره هلا ومن جوه يعلم الله. هو ده اللي انت مزنوقه تقوليه. يلا يا حبيبتي بق، يلا بق عشان نخلص الحلقه دي. يلا يا عيني. احلى حاجه في الحلقه، احلى حاجه شويه الصودا المصريه دي. خش على اللي اول مره معلش بعد يعني بعد ولاول مره محمد عايز يخلص الحلقه يعني مش مستمتع بالاكل. ايه ده؟ ده شيش طاووس. ايوه شيش طاووس. هو حاطين فيه زيتون ليه طيب؟ جوده. خدي يا حبيبتي كواليتي كنترول. خدي يا حبيبتي حته زيتونه مخلله. شيش طاووق يا جماعه يبدو انه شيش طاووق فعلا زي ما حضرتك شايف كده بالصلاه على النبي. شكله شيش طاووق، مقامه شيش طاووق، ربنا يستر على الطعم. ريحته يعني تدي شيش طاووق بتاع الاوتيلات كده، الاوتيلات الرخيصه. خد يا بيه. ونضرب فريسكس، هي دي اللي باقيه لي. اتفضل يا استاذ محمد، واعذرنا ان احنا مش عارفين نطلع الخضار بقى. لا اطلع الخضار انا. عشان خضار كتير. استغفر الله العظيم يا رب. عباره عن بصل بالشيش طاووق، هو بصل وفي حته شيش طاووق. سمي الله. بسم الله يا مساء. هتجنن والله. الحاجه طعمها حلو ولا انا اللي جعان ولا ايه؟ حاجه طعمها حلو بس هي مسكره شويه. الباربيكيو كتير سكرها قوي، ما بانتش التتبيله بتاعت الشيش طاووق. امال ايه المشكله؟ يعني لو الاكل طعمه كويس وفي شويه غلطات عاديه. الكواليتي العيش لا يليق باللي جواه تمام. والحشو قليل وضعيف جدا في اغلب السندوتشات. بالظبط. وحاجات مش معمول يعني مش هم اللي عاملينها زي الكفته. هي حاجه جاهزه جت اتحمرت حاجه استهلاكيه بالظبط. كانهم جايبينها من السوبر ماركت وعاملينها بالظبط. يعني الشيش طاووق ده مش هم اللي عاملينه، شكله يعني لا هم عاملينه بس للاسف التتبيله بتاعت الفراخ هي الباربيكيو محاها مش موجوده. شوف بسم الله. سندوتش بصل بالباربيكيو بالظبط بحته شيش بالظبط. وقطه فريده. والله حطيها في كيس قطه فريده. قطه فريده هتفرح قوي النهارده. اديها عشان نخش على اللي فاضل. احنا كده كلنا النص بس. يا سترك يا رب. ايه ده؟ ايه ده؟ بصي هو احنا فاضل سندوتشين فراخ، هو كله فراخ تقريبا. هو اللي فات ما هو ده برضه من وحاشه الكواليتي. هو المفروض ان في واحد فاهيتا وواحد شيش طاووق. اللي فات كان شكله شيش طاووق ماشي، وكان طعمه يدي فاهيتا بس ما كانش فاهيتا خالص. وده شكله فاهيتا بس انا حاسس ان هو هيطلع شيش طاووق. فايا كان بقى اللي كان اللي فات كان فاهيتا وشيش طاووق زي بالظبط. احنا المفروض معانا والله مفارق كتير، لان احنا المفروض معانا واحد اسمه تشيكن فرايداي وسوبر كرانشي. فالاثنين اهم سندوتشين فراخ، واحد منهم عليه موتزاريلا وواحد معاه تركي وموتزاريلا برضو عادي. فاحنا هنسمي الله كلها سندوتشات فراخ. ايوه اسمنا الحلو ده اللي هو غالبا هيطلع السوبر كرانشي. اتفضل يا فندم. تسلم ايدك. اتفضل يا فندم. تسلم ايدك يا بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. التركي برضو حاجه صناعيه عادي، جايبينه عادي من السوبر ماركت. ده في حته بص، في حته اللي في الطرف اللي عايز يتشال ده حاكله عشان لو حصل لي حاجه ارفع عليهم قضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم الاكل طعمه حلو، والله العظيم 3 الاكل طعمه مش وحش. اعتقد برضو الفراخ دي حاجه جاهزه ومتحمره غالبا 3 شيفs، طبعا زي بتاع 3 شيفs. والله الاكل طعمه مش وحش بس هو فقير. المشكله ان هو مش عامل حاجه بتاعته. هو للاسف هو ملوش ايدنتيتي. وفعلا عمل دي براندنج للكرتونه اللي بره. قطه فريده هتتخن 5 كيلو.
الف هنا وشفا على القطه فريده. بق بقى عشان نكمل الرغيفين دول. بسم الله. معانا حاجتين. بسم الله. ده اللي المفروض يا فاهيتا يا شيش. هو غالبا شيش، واللي قبله كان غالبا يا فاهيتا يا شيش. تاكيد رهيب انت، وما دام متاكده قلت لي ان هو شيش. معلش ما شفتش ده. ما شفتش ده. شكله يبان شيش. ايوه. وبرده في خضار. بص هو شكله الوانه مش وحشه. بص يعني اتفضلي يا هانه اقطعي لنا ده. انا مش عارف ايه مزاجهم في فكره الزيتون المخلل في السندوتشات. ماشي معلش. بسم الله. ان شاء الله شيش طاووق. ده فاهيتا ده. مش فاهيتا. ده شيش. طعمهم نسخه من بعض، حجمهم تقريبا في السندوتش قريب قوي من بعض. فاهيتا بيتعمل كله مع بعضه، بيتطبخ كله مع بعضه مع الصوص. ماشي. الشيش هو معمول على جريل. تمام. وبعد كده محطوط في الساندوتش مع بقى الصوصات والخضار والحاجات دي كلها. حلو قوي قوي قوي. خلي بالك حاجه كويسه، حاجه كويسه قوي. خدي يا حبيبتي. انا والشيف على الجميع. انا والشيف على الجميع. ايوه طبق القطه فريده. فاضل السندوتش عشان نفسي اتكلم بقى من قلبي واقول كذا حاجه. يلا طيب. حاضر يلا اتفضل تحت امرك. اهو خش على اللي بعده. معلش. اخر سندوتش خلصنا المهم على خير الحمد لله. الحمد لله. وده اعتقد ان هو التشيكن فرايداي وعليه موتزاريلا كتير. والناس بقى اللي عندها خبره في كوك دور وتحب كوك دور يرتي يقولوا لنا. ايوه اتفضلي. اقطع يا كبير. الصراحه ما لقيتش فيه زيتون، ما لقيتش فيه زيتون مخلل، بس في الخيار المخلل. اي هوب ان يبقى ختامها مسك. بسم الله. اشك. وانا كمان. انا ما دقتش اي حاجه لحد دلوقتي. سندوتش بلاستيك غالبا ده سفنج. ايه ازاي ما فيهوش طعم؟ اهو بدأ فيه طعم يبان يا ساره، بس مش حلو خالص خالص. شويه موتزاريلا محطوطه على الوش كده على حته فراخ تقريبا ملهاش طعم. طب انا كنت عايز اعمل اختبار بقى. احنا محتاجين نشمم القطه فريده بره الاكل. ليه؟ لانها لو شمت الاكل ورفضته عمل لهم كارثه في الحلقه. نغسل ايدينا بقى ونجي لكم تاني بعد ما نشمم القطه فريده. 2 hours later. خلاص ما بنشربش بقى في التقييمات، احنا هنقيم خلاص. ببلع بس معلش ببلع اللقمه. ده يعني فريده النهارده اسعد حلقه بالنسبه لها، تاخد الاكل كله. ما لقيتهاش على السلم، حاولت ادور بس ما فيش، ما جاتش. كوك دور مطعم تاريخي في مصر، مطعم هايل، مطعم مكسر الدنيا طول عمره. يمكن الاكل النهارده وحش، برضو نقول الحاجات الكويسه الاول. يمكن جايز يبقى احنا حظنا وحش، احنا وكل الناس اللي طلبت اخر 3 سنين حظهم وحش. نتكلم بما يرضي الله. البوكس ده فيه 6 سندوتشات، 6 سندوتشات طعمهم مش كارثي، هو مش حلو بس هو مش وحش. مفيش حاجه تفضليها عن التانية. حاسه ايه؟ قريبين قوي من بعض. اللي مضايقني ان الفراخ ملهاش طعم، حتى الشيش طاووق من الفاهيتا ما عرفناهمش من بعض، وكأن احنا اللي حمير. الصوصات مغطيه، الجبنه مغطيه على الطعم. انت قلتي حته حلوه قوي في الحلقه، انه بيستخدم يعني الكومبوننتس استهلاكيه، يعني بالزبط. بيجيبها من اي سوبر ماركت او بقال يعني او بتاع. هو عارف ان هو يحط الحاجات على بعض فتبقى طعمها حلو، لكن طعم الحاجه الاساسيه ضايع. في حاجه كمان سمسمه مثلا، مش بقارن طبعا لان سمسمه في حته وكوك دور في حته. سمسمه بيجيب عيشه منين؟ قلنا لطيف وسيلي. فهو بيتعمل له عيش مخصوص. هتلاقي اغلب البراندات بتعمل لها عيش مخصوص، سواء بتتفق مع شركه بتاعت عيش او بيجيبوا حتى من فرن عيش معين بيعمل لهم مخصوص. ده واضح انه جايب من اقرب فرن جنبه عيش فينو عادي اللي بيتعملوا سندوتشات المدرسه يعني. وده مش وحش، لا بس هو مش مهتم ان الحاجه يعني العيش بايت، فمش مهتم ان هو كمان اساسا عقبال ما يوصل للناس فهيبقى خلاص ضايع. لا يعني بالنسبه لي انا مش مبسوطه خالص. كوك دور عمل براندنج، عمل كرتونه جديده، عمل شويه حركات. وبرضه نرجع نقول تاني فكره انها باك فيها 6 سندوتشات ومعاها 2 بطاطس وحاجه ساقعه بالسعر ده معقول. ما اقولش انها رخيصه، انها تبقى تقريبا ب 300 جنيه معقوله. في ممكن واحد ومراته مثلا وابنه يتغدوا، مع انه ما يكفيش كل ده، ولكن ندي تقييم عام كده للتجربه. هو بصراحه جه بسرعه بس ده برضه جنبينا عشان هو اعداد الصيد. 1 2 3 2 مش النصر 2 مش النصر 2 مش النصر 2 من 10 والله يعني. وما اعرفش الاثنين ليه وما اعرفش الثلاثه ليه. الاثنين عشان الحته اللي انا قلتها ان هو عارف يحط الحاجه على بعض فيبقى طعمها حلو، لكن الباقي كله ما فيش. او عرف يطبخ الحاجه حلو يعني والريبراندنج للحاجه
بس خلاص. عموما هي حلقه مخيبه يمكن للامال شويه، الاكل ما كانش حلو، ودي اول حلقه يمكن نعمل الاكل كله يبقى مش حلو. يعني دايما كان في حاجه حلوه، يعني فاكر حلقه بالظبط. بريموس اللي فاتت، لو حضرتك اتفرجتش عليها ممكن ترجع تتفرج. البيتزات الجديده كان في منها الحلو وفي منها الوحش. بالظبط. بس المره دي لا، الاكل كله مش حلو. الاكل مش هنحاسبه على انه ساقع او سخن، لانه ممكن يكون دليفري، ممكن يكون الجو، ممكن يكون أنا على مش ما بحاسبه، صورنا. لا مش بحاسبه على الساعه والسخن بصراحه، لا انا بحاسبه على الكواليتي بتاعت الحاجه. لان ياما اكل احنا صورنا بيه في حلقات هنا ما كانش بالظبط. سخن بس كان بس طعمه كان حلو طعمه جدا. حلو. يعني كوك دور تجربه مش احسن حاجه، يعني كان نفسي حلقه الريترو تبقى اقوى. كان قدامنا ده واسمين كمان اكيد هنعملهم في الحلقات الجايه بتاعت الريترو. اتمنى ان الدنيا تبقى احسن، لان هو ستيل مطعم مصري، اتمنى يفضل قوي. ما اعرفش هو مصري ولا خليجي بقى، مش متاكد، بس هو لوجيك انه يبقى مصري. اتمنى يرجع قوي زي الاول، اتمنى يعني. انا كمان. وانتهت الحلقة. سارة فهمي، محمد حسين راشد، حلقة تقييم أكل سريع مطعم كوك دور. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. حضرتك مقصر معانا، معلش سامحني، مقصر في اللايكات ومقصر في الشير ومقصر أكتر في السبسكرايب. اشترك في القناة، قربنا نوصل 10,000 مشترك إن شاء الله. واللينكات الانستجرام هنا وهنا، زمانهم بيجروا برضو كده كالعادة. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، الحلقه الجايه قريبا، وان شاء الله يبقى مطعم بقى اكله حلو ان شاء الله. ولا ايه؟ ايوه نعوض الناس اختار لنا حاجه حلوه بقى ان شاء الله. باي باي.